الحمد لله الذي أن بين للمستهدين معالم مراده، ونصب لجحافل المستفتحين أعلام أمداده، فأنزل القرآن قانونا عاما معصوما، وأعجز بعجائبه فظهرت يوما فيوما، وجعله مصدقا لما بين يديه ومهيمنا، فصلوات الله وسلامه على رسوله وآله الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الاقتداء للسائرين والماخرين. المشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج كما قلنا يتناول تاريخية اللغة العربية من حيث الانتشار والانحسار، وما زلنا نقرأ في قراءات بعد البحوث وبعد الورقات التي كتبت عن اللغة العربية في إريتريا، وما زلنا مع ورقة الأستاذ محمد عثمان خير، والذي يؤكد فيها عروبة إريتريا بالحقائق والوثائق. ويقول: وقد كانت إريتريا بالنسبة للمسلمين مشروع وطني يتعايش فيه المسلمون والمسيحيون، وضرب الطرفان أروع الأمثلة لهذا التعايش في كثير من الجوانب الوطنية، مما يؤكد بأن المستقبل للتعايش الثقافي الديني في إريتريا. بل وأكدت مرحلة الثورة وتلك التضحيات الباهظة التي قدمت من الطرفين في حرب تحرير. الثورة الإريترية كانت تضم أكثر مسلمين وأقلية مسيحيين، ولكنهم كان هدفهم واحد، وهو تحرير إريتريا من قبضة الاستعمار والاحتلال الإثيوبي. إن المسيحيين الإريتريين أصبحوا أكثر تجاوبا مع اللغة العربية، يعني اللي كان الموجودين في الثورة الإريترية كانوا يتكلمون اللغة العربية، وعلى رأسهم حاكم إريتريا الآن إسياس أفورقي يتكلم لغة عربية فصحى تعلمها في عهد الثورة الإريترية. وكثير من القادة النصارى في الحزب الحاكم يتكلمون بالعربية، باللغة العربية. ولماذا يحاربونها بعد التحرير؟ هذا مخطط نصراني لتنصير هذه المنطقة ولمضايقة المسلمين وطردهم وإخلاء المنطقة للنصارى. فيقول: أصبحوا أكثر تجاوبا مع اللغة العربية بحكم وجود أعداد كبيرة من اللاجئين في السودان والمنطقة العربية. وسيفاجأ طغاة الطائفيين بأن المسيحيين الإريتريين سيلعبون دورا كبيرا ومؤثرا في إقرار اللغة العربية، وخاصة في الملاجئ الإريتريين في العالم. في السودان تعلم المسيحيون اللغة العربية ودرسوا بها، والآن ومنهم من يطالب الآن بأن تكون لغة رسمية لإريتريا. فيقول صاحب المقال هو الأستاذ محمد عثمان خير، وصحفي وكاتب إريتري، يكتب باللغة العربية ويكتب باللغة الإنجليزية في عدة مجلات وصحف. سيلعبون دورا كبيرا ومؤثرا في إقرار اللغة العربية كلغة وطنية للشعب الإريتري. وكما ذكرنا قبل أن الحكومة الآن أفرزت معهدا لتعليم اللغة العربية، وخرجت 4 دفعات تعلموا اللغة العربية من المسؤولين والموظفين الكبار في الدولة، وشعروا بأهمية اللغة العربية بعد إهمالها. لماذا؟ لأنه يمكن يكون هناك تغيير في البلاد، ويكون إن شاء الله قد يكون أحسن للإريتريين في المستقبل القادم. فحتى يتهيئوا لذلك يدرسونهم اللغة العربية،
فيظلون في وظائفهم لأنهم يعرفون التجرينية ويعرفون اللغة العربية وهكذا. وهذا كله من المخططات المستقبلية. وما نريد أن نعلمه لبعض الطائفيين الذين يحاولون أن يربطوا اللغة العربية في إريتريا بالصراع الصليبية العالمية مع الإسلام ودوره الحضاري في قيادة مليار مسلم في العالم بما يحمله من عقيدة سليمة وفكر نير وتسامح مع الأديان، ليس أديان، مع الشرائع. إن اللغة العربية كانت موجودة بجذورها في عمق الجزيرة العربية قبل الإسلام، وعرفت بدورها المتميز في مختلف مجالات الأدب والبلاغة والشعر. وعندما أنزل الله تعالى بها الكتاب المقدس القرآن الكريم واختارها من بين لغات العالم اكتسبت قدسيته ومكانتها وديمومتها وحيويتها من كون ذلك الاختصاص الرباني. فالقوى النصرانية اليهودية بحسدهم وحقدهم يحاربون الله تعالى في رفضهم للغة الإسلام التي يتدارس بها المسلمون في كل أنحاء العالم كتاب الله تعالى وهو القرآن. ومن يحارب لغة الكتاب المقدس عند الإسلام فإنه يستنفر المسلمون للجهاد. هكذا يقول صاحب هذا المقال عروبة إريتريا حقائق ووثائق الأستاذ محمد عثمان خير، صحفي وكاتب أريتري في بلاد المهجر. وما إعلان الكفاح المسلح في إريتريا عام 1961 ببعيد حينما أعلن إثيوبيا إلغاء اللغة العربية وإقفال المعاهد الدينية والمدارس الإسلامية. وهكذا قال الأستاذ عثمان صالح صبري رحمه الله: من الأهداف التي قمنا بها في إنشاء جبهة التحرير الإريترية والكفاح المسلح هي اللغة العربية، إقصاء اللغة العربية. هذه من أهداف الثورة الإريترية، إنه تقاوم هذا الإقصاء للغة العربية وضم إريتريا مرة أخرى إلى إثيوبيا وإلقاء اللغة العربية والعلم الإريتري. اعتبار اللغة التجرينية هي اللغة الرسمية والوطنية في اعتبارها، وتجاهل اللغة العربية وإلقاء دورها ومكاتبات الدول والمؤسسات باللغة التجرينية للتأكيد على أنها اللغة الوحيدة والرسمية في إريتريا. وهذا ما يتعارضه مع ثوابت الوطنية وذلك التعايش الذي ارتضاه شعبنا. هكذا يقول صاحب المقال: الصراع حول اللغة العربية في داخل وبرامج في داخل وخارج البرلمان الإريتري. فهذا الرجل كتب هذا الكتاب هذه المقالات كلها الآن في كتيب صغير طبع، ولكنها منشورة في جريدة المسلمون الشرق الأوسط. وكتب كذلك الشيخ إبراهيم مختار وهو مفتي إريتريا الأول تحت عنوان الصراع حول اللغة العربية في داخل وخارج البرلمان الإريتري. كتب هذا المقال في إحدى جرائد إريتريا ويقول: ورغم هذه المكانة التاريخية والتأثير الواسع للغة العربية فقد دار حولها صراع طويل في إريتريا بين من يعتبرها لغة أجنبية دخيلة وهم النصارى، وبين من يراها لغة وطنية أصيلة. وقد ظهرت بوادر هذا الصراع بعد الاحتلال البريطاني وافتتاح المدارس وظهور الصحف والأحزاب السياسية. وكان سماحة المفتي في خضم هذا الصراع، وكان من أبرز من كتب ونافح عن اللغة العربية. ويقول: وقد دون سماحته جوانب من هذا الصراع. هذا المقال أخذته من موقع المختار للمفتي الأول، وهو موقع يديره أحد أبنائه الكبار في بلاد المهجر. وقد دون سماحته جوانب من هذا الصراع في عدد من كتاباته
ومن أبرزها مؤلف دحض الوشاة عن اللغة العربية في إريتريا والحبشة. هكذا هذا مقال: دحض الوشاة عن اللغة العربية في إريتريا والحبشة. وفيما يلي عرض في بعض جوانب هذا الصراع نقلا عن كتابات سماحة المفتي إبراهيم المختار. يقول: بدايات الصراع فتحت الإدارة البريطانية فرص العمل في الوظائف الإدارية والرسمية للوطنيين، وقلدت عددا منهم وظائف مهمة، وبالأخص الإريتريون المثقفون ثقافة بروتستانتية إنجليزية من خريجي المدارس التبشيرية السويدية. وكانت هذه الثقافة مضطهدة في أيام الحكم الإيطالي بحكم انتماء الإيطاليين إلى الكاثوليك، اختلاف بين الطوائف الكفرية بين الكاثوليك والبروتستانت، وتقديمهم للغتهم الإيطالية. ولم يكن بين المسلمين من يحسن اللغة الإنجليزية نتيجة لعزوفهم سابقا عن إدخال أبنائهم في المدارس الإرسالية التبشيرية. أحجم المسلمون بأن يرسلوا أبنائهم إلى مدارس التبشيرية والتنصيرية، ولذلك لم يحسنوا اللغة الإنجليزية، بينما كانوا يتقنون اللغة الإيطالية. بعد ما جاءت بريطانيا بعد انهيار التحالف، إيطاليون خرجوا من إريتريا وجاء بدلهم في إريتريا الحكومة البريطانية. وفي دورها يعني قدمت إريتريا هدية لإثيوبيا مرة أخرى. فيقول: فقامت الإدارة البريطانية بإفساح المجال لخريجي هذه المدارس التبشيرية، وقلدتهم مهام إدارة إريتريا. وقد كان لهؤلاء دور مهم في التقليل من مكانة اللغة العربية والسعي لاستبعادها من مناهج التعليم والتوجيه، وإقناع ضابط مكتب الاستعلامات البريطانية في عام 1945 باعتماد اللغة التجرينية لغة رسمية لإريتريا، واعتبار اللغة العربية لغة إضافية، واعتماد ميزانية سنوية للجريدة التجرينية دون الجريدة العربية. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أهلا وسهلا بكم بعد فاصل قصير. نعود مما انقطع من قراءة في صراع اللغة العربية في البرلمان الإريتري في خارجه وداخله، وهو هذا المقال للمفتي إريتريا الأول الشيخ إبراهيم مختار رحمه الله. ويقول: وفي سلسلة محاضرات نظمتها وزارة الأخبار البريطانية، بدأ هؤلاء في التأكيد على كون التجرينية هي اللغة الرسمية الوحيدة لإريتريا. وكان لمحاضرات وتصريحات إسحاق تولد مدهن مفتش المعارف الإريترية للمدارس الوطنية صدى كبير أحدث جدلا واسعا وردودا لمزاعمه. وكانت تصريحاته في المؤتمر السياسي للشرق الأوسط الذي عقدته الإدارة البريطانية في القاهرة في عام 1945، والذي أكد فيه على أن اللغة التجرينية هي اللغة الرسمية، دورها في إذكاء الصراع حول مستقبل إريتريا، مستقبل اللغة العربية. وقد دار بين سماحة المفتي وحاكم إريتريا البريطاني الذي كان يحسن التحدث باللغة العربية
كبريطانيا تحدث اللغة العربية. لماذا؟ لأن وجد الشعب الإريتري معظمه يتكلم اللغة العربية ويفهم اللغة العربية، لذلك جيء به خصيصا لكي يتفاهم معهم بلغتهم التي يتداولونها. ويقول كان يحسن التحدث باللغة العربية. هذا الحاكم عام إريتريا بريطاني، حوارا في شأن اللغة العربية أبلغه فيها سماحة الشيخ إبراهيم مختار أسف المسلمين من تجاهل الحكومة للغة العربية. وفي افتتاحها للمدارس وإنشائها الجريدة باللغة التجرينية دون العربية، يقول سماحة المفتي: وقد كانت دهشتي كبيرة حين قال لي: أتريد من الحكومة أن تنشئ جريدة لأنفار عدد قليل يعني من العرب المهاجرين؟ فقلت له، هذا الشيخ إبراهيم مختار الذي كان يدافع عن اللغة العربية قال لهذا الحاكم: إن المعلومات التي وصلتكم فاسدة، واستعمال اللغة العربية ليس محصورا على العرب المهاجرين، وهي لغة المسلمين جميعا بدون مزاحم كتابة وقراءة. فقال لي: إني أعلم أن السواحل كلها إسلامية، ولكنهم لا يتكلمون باللغة العربية. فقلت له: أما التحدث بها بطريقة الكتابة والقراءة فأمر واضح لا ينكره أحد، وأما التكلم الشفهي بها فمنهم من يتكلم بها ومنهم من لا يتكلم بها. فقال لي: إن المعلومات التي وصلتني تفيد بأن اللغة العربية غير مستعملة. هذا هي مزاعم النصارى في إريتريا. أوصلوا هذه المعلومة لحاكم بريطانيا الذي يحسن التحدث باللغة العربية، فاندهش بما ذكر له مفتي إريتريا العام إبراهيم المختار رحمه الله، وغير مستعملة وغير معتبرة في إريتريا لدى غير العرب المهاجرين. ثم وعدني أن ينظر في الأمر. طيب، طرفي الصراع. يقول الشيخ إبراهيم مختار: وقد ظهر الانقسام حول اللغة العربية واضحا بين طرفي الصراع حول مستقبل إريتريا السياسي. فحزب الاتحاد إلى إثيوبيا أندينت، هي مفردة أمهرية أندينت، يعني حزب الاتحاد إلى إثيوبيا، كان مناوئا للغة العربية وما زال، ومناوئة شديدة. والأحزاب الداعية للاستقلال وفي مقدمتها حزب الرابطة الإسلامية كانت من أكثر المنافحين عن اللغة العربية. وهذه الرابطة كانت تتكون من عدة قبائل، لكل قبيلة لها لهجاتها الخاصة، ولكن أجمعوا على أن تكون اللغة الرسمية هي لغة التفاهم بين المسلمين في أريتريا. وكانت قضية اللغة العربية موضع إجماع بين كل القيادات الإسلامية بكافة توجهاتها وأطيافها وانتماءاتها، حتى المنتمون منهم لحزب الاتحاد مع إثيوبيا كان لهم موقف يختلف عن قيادة الحزب. وقد أكد حزب الرابطة الإسلامية موقفه من اللغة العربية بوضوح في قراره الصادر عام 1948 باعتماد اللغة العربية لغة رسمية للبلاد. وأكد هذا القرار مرة أخرى بعد صدور القرار الفيدرالي في لقاء للرابطة في مدينة كرن في 8 أبريل 1951. هذا الصراع وما زال صراع قديم في إريتريا بين اللغة العربية واللغة التجرينية، بين المسلمين والنصارى وهكذا. وقد أصدرت الجبهة الديمقراطية التي تكونت من 6 أحزاب في 12 يوليو 1961
مذكرة إلى مندوب الأمم المتحدة تبدي فيها رأيه في مسائل الدستور، حيث طلبت في المذكرة اعتماد اللغة العربية لغة رسمية لحكومة إريتريا مع اللغة التجرية. هذا هو التاريخ، هذا التاريخ عن اللغة العربية. ندافع عن التاريخ، نحن ندافع عن التاريخ الإريتري الذي طمس. وهؤلاء الجبهة الديمقراطية تتكون من 6 أحزاب، فيها نصارى من إريتريا، نصارى إريتريا موجودين فيها، وأقروا أن تكون اللغة العربية لغة رسمية. وفي عنوان جانبي يقول الشيخ: اللغة العربية ومندوب الأمم المتحدة. شيخ إبراهيم المختار، المفتي الأول والذي درس الأزهري، درس في الأزهر وعين مفتيا في إريتريا. وقبل وضع مسودة دستور الإريتري أجرى مندوب الأمم المتحدة ماتنوز السويدي، إنزو ماتنوز السويدي، مشاورات مطولة لوضع مسودة الدستور، وقد التقى ضمن من التقى بسماحة المفتي بناء على طلبه في 30 يونيو 1952. طبعا هذا يختلف عن حاكم بريطانيا، هذا مبعوث من الأمم المتحدة طلب أن يلتقي سماحة الشيخ، حيث قدم له سماحته شرحا ضافيا حول اللغة العربية ومكانتها في إريتريا، ثم كتب إليه رسالة فيها المزيد من التوضيح والتفصيل. وقد التقى المندوب أيضا بقيادات الأحزاب الاستقلالية، والتي عبرت له بوضوح موقفها الداعي لاعتبار اللغة العربية لغة رسمية. أما حزب الاتحاد، حزب الأندنت، والذي يدعو للانضمام وما زال يدعو حتى الآن للانضمام إلى إثيوبيا مرة أخرى، رغم موقفه المعادي للغة العربية، فإنه اعتذر عن الحضور أمام المندوب وإبداء رأيه الصريح حول اللغة الرسمية لإريتريا. ويبدو أن السبب في ذلك هو خشية الحزب من تمرد القلة المنتسبة إليه من القيادات المسلمة. كان كذلك هناك قيادات مسلمة تابعة لهذا الحزب، ورغم هذا فقد أصدرت القيادات المسلمة المنتسبة إلى حزب الاتحاد بيانا خاصا أعلنت فيه مطالبتها باعتماد اللغة العربية لغة رسمية، مخالفة بذلك موقف قيادة الحزب وكوادره. وكانت إثيوبيا عبر مناصريها تمارس الضغط على المندوب الأمم المتحدة لاستبعاد اللغة العربية واعتماد اللغة التجرية، اللغة الأمهرية، بدلا من اللغتين العربية والتجرية. وكان للبريطانيين أيضا تطلع لاعتماد اللغة الإنجليزية، والإيطاليين لاعتماد اللغة الإيطالية. هكذا كل له هدفه في تعليم الشعب الإريتري بلغته حتى يستجيب. وقد قرر المندوب في نهاية المطاف ترك موضوع اللغات مفتوحا دون تحديد في مادة 4 من مسودة الدستور، والتي تنص على أن اللغات التي درج على استعمالها جماعات مختلفة من السكان يجوز العمل بها في صلاتهم بالحكومة طبقا للعرف السائد. ولا يريد أن يقول اللغة العربية، ولكن يقول اللغات التي درج على استعمالها جماعات مختلفة من السكان يجوز العمل بها في صلاتهم. 2 ولهم حرية استعمال هذه اللغة في أغراضهم الدينية والتعليمية وفي جميع مظاهر التعبير بالرأي. وقد حاز هذا القرار على رضا المناوئين للعربية، وسبب استياء واضحا لدى أنصارها. يعني هو وقف في النص، يعني لا يريد أن يقول لا نريد اللغة العربية، ولكن وضع الناس في مفترق الطرق، منهم من رضى بذلك وهم المناوئون للغة العربية، ومنهم من استاء وهم المناصرون. اللغة العربية في داخل البرلمان. يقول سماحته: أصدر حاكم عام إريتريا البريطاني
في يوم السبت 19 إبريل عام 1952 إعلان رقم 127 لتكوين الجمعية التمثيلية الإريترية، ونص في المادة الثالثة أن يكون التحدث في الجمعية باللغة العربية والتجرينية والإنجليزية. وقد حظى هذا القرار بموافقة الجمعية الإريترية. وبعد افتتاح الجمعية الإريترية في شعبان 1971 الموافق 1952 بدأ النقاش حول مسودة الدستور، فطالب النواب المناصرون للعربية مناقشة مادة اللغة الرسمية أولا، فحاول المناوئون تأخير النظر في هذه المادة، يساندهم رئيس الجمعية من حزب الاتحاد. ولكن نتيجة الإصرار المناصرين على مناقشة هذه المادة وتشبثهم بموقفهم بدأ النقاش فيها في 18 رمضان الموافق 11 يونيو عام 1952، واحتدم النقاش بين الطرفين وتصاعد تصاعدا كبيرا، ولم يتوانى المعارضون في وصم اللغة العربية بأنها لغة أجنبية لا يتكلم بها إلا الحضارم واليمنيين، وفي هذه الحكومة الجديدة قالوا لا يتكلم بها إلا قبيلة الرشايدة. استودعكم الله في حلقة، وألقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.